عندنا بكره ايفنت يعني كبير جدا جدا جدا، هيكون اكبر ايفنت شاركنا فيه لحد دلوقتي ان شاء الله. وده الايفنت ده يعني عشان تعرفوا النظام بتاعه يعني لازم قبليها بيوم نيجي نظبط كل حاجه، فاحنا جايين عشان نظبط كل حاجه. The market at Ontario Convention Center. Food fast and fresh. بوريكم ما وراء الكواليس قبل ما الناس تبدا تظبط. كل دي هتكون بوثس مشاركه. فين رنا؟ يا رنا اين انت؟ فاحنا جايبين حاجتنا. طبعا المره دي عاملين كميه كبيره جدا 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 من كل حاجه. ده البوث بتاعنا، هوريكم بيفور اند افتر. ده دلوقتي قبل اي حاجه، زي ما انتم شايفين يعني اسود، مفيش اي حاجه خالص. سواد. ايوه ايوه يا جماعه. اسمي موجود، شاذة وعلي. يا سلام. رنا مش موجوده يا جماعه. رنا مش اونر. رنا مش اونر، احنا بس الاونرز. دول امبلويز. احنا موظفين عند حضرتك. ماشي اوكي يا جماعه. دلوقتي الناس كلها بدات تظبط البوث بتاعها. كل الناس دي مشاركه، والمفروض الايفنت ده هيحضر فيه فوق 7000 شخص او 8000 شخص في خلال 3 ايام. احنا ده اليوم اللي هو قبل اليوم الاولاني، يعني بكره هيبقى اول يوم ان شاء الله للحدث العظيم ده. احنا عملنا كده دلوقتي، ظبطنا الحاجات دي، ظبطناها كده بشكل مبدئي كده لحد ما نيجي بكره ونبدا بقى نحط بقى المنتجات بتاعتنا. يعطيهم العافيه. طبعا رنوشه شاذة، ايه احساسك؟ تعبانه. احساسك تعبان؟ طيب مبسوطه ومتحمسه وبدي ارجع على البيت عشان كمان شغل. الله. انا هرجع معاك اشتغل برضه. يلا بينا. انت حابه تقولي حاجه؟ بحب اقول ان احنا متحمسين قوي. ايوه ان شاء الله تكون دي نقله نوعيه باذن الله في مشوار هيفنلي بايتس. الله. ايوه هو ده الكلام. سجل يا تاريخ. كل دي بيبقوا فيندرز بيشاركوا تنوع كبير جدا من المنتجات والاكلات العربيه غير عربيه. الحمد لله دي بدايه لينا لهيفنلي بايتس. احنا متحمسين جدا الحمد لله، وان شاء الله من الثلاث ايام الجايين دول تعود علينا خير كده ان شاء الله، يعني يحصل نجاح كبير باذن الله. يلا نشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الفل. النهارده اول يوم في الماس كونفنشن، والساعه دلوقتي يا جماعه 10 الصبح. يلا بينا نخش جوه ونشوف الدنيا. استفتحنا واستفتح الملك لله. بدأنا مستنيين بقى الناس تبدا تيجي ان شاء الله تنورنا على البوث بتاعنا. اوريكم ايه الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها. بصوا بقى الجمدان. دبي فايرال شوكليت طبعا عشان هي مجننه الناس، فاحنا لازم نمشي مع الترند. ممكن سبايس والكوكيز. بس عايز شوكليت. البانز الجميلة. أحلى بانز دي ولا إيه؟ تسلم إيدك. دي مش احلى حاجه النهارده بس يا باشا تسلم إيدك يا باشا، أنت عملتها في ساعتين يا باشا، يعني أنت جامد جدا يا باشا. البنت دي حرام ما نامتش غير ساعتين بس، يعني ربنا يبارك لها يعني. ولا حتى ساعتين حتى، صح؟ انا نمت لي 4 ساعات الحمد لله. الغريبه ان انا صاحي فايق جدا وايه كل نشاط وحيويه، يعني في العاده اصلا ببقى حاسس ان انا صاحي ومضروب بالجزمه يعني. دلوقتي كده تعالى اوريكم الفندرز الموجوده هنا. هتلاقوا احنا ماشيين كده هنلاقي مثلا هنا في شفاء هاني، قبل كده كنا عملنا فيديو مع بعض، بيعملوا عسل حلو قوي، تقدروا تتابعوهم على الانستجرام. هنا مثلا مون لايت بيعملوا موكتيل. هنا عندنا ناس بيبيعوا كوفيه. اهلا وسهلا. كوفيه اسمكم ايه؟ سيدز اوف بالستاين. سيدز اوف بالستاين. انا ببلاش. حلو قوي شكرا. ايه حاجه تانية بتبيعوها تاني غير الكوفيه؟ بنبيع الصابون النابلسيه. تمام حلو. من الزيت الزيتون الفلسطيني. جميل ما شاء الله. حلو. بنبيع شو ما بدك بنبيع. شو ما بدك ببيع. ببيعك انت شخصيا. هاي لما معك لما بتقرا كتاب. حلو جميل. طيب خلاص دي صفحتهم على انستجرام، تابعوهم وان شاء الله يعجبكم حاجتهم ويدوسوا اصلا معاهم. بالتوفيق ان شاء الله يا شباب. وهنا بيبيعوا هودي اسمهم ايه؟ يونايتد باي ثريدز. حلو قوي الهودز ما شاء الله جميله جدا. في اسود منه اسود 35 for the crew neck 35 and then اوكي 40 for the hoodie. But this is اوكي. وهنا بيبيعوا هنا بروبرتي مانجمنت سيرفيسز، يعني العقارات. هير كوكس بيعملوا كوفي حلو قوي. هنا بيبيعوا مثلا كتب ذا كلير قرآن، بيبيعوا كتب حلوه قوي تمام. مجموعه سند، يعني زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا في اليمين والشمال. هنا مثلا بيبيعوا مجوهرات اكسسوارات. سلمى فاشن. هنا عندهم بيبيعوا. ايوه السلام عليكم. بسم الله. ممكن اخش اصور سريع؟ انا اسف. ايوه بسم الله ما شاء الله. ماشي. ده مثلا ايوه اي كاندي. ايوه صح طبعا نذكركم. ايوه بقى هنا بقى الحاجات الحلوه. لبس فلسطين اهو، كله لبس كوره وحلو. بيبيعوا كمان دي عباره عن فوطه. الفوطه دي موجود عليها علم فلسطين، وفي كمان الرسمه المعموله يعني بالطريقه الكوفيه الفلسطينيه. عندهم هوديز حلوه قوي جميله. دي محافظ حلوه قوي عليها كلمه فلسطين وعليها كمان الكوفيه الفلسطينيه. الناس تتواصل معاك ازاي لو عايز تشتري حاجه من الحاجات دي؟ تشتريها ازاي منك؟ رقم تليفون
رقم تليفونك، قول رقم تليفونك دلوقتي. 916-544-3804. انت في اي مكان موجود؟ ساكرامنتو. خلاص يا جماعه، لو انتوا في كاليفورنيا في ساكرامنتو وعايزين اي حاجه من الحاجات الجميله دي تقدروا تتواصلوا معاه. اسمك كريمي؟ مروان. ازاي تقدر تبعتها للناس؟ طيب توصلها لهم ازاي؟ بعملهم اياها شيبنج بين Shipping؟ من يو اس بي اس أوكي. ويو بي اس والاشياء ان شاء حلو، الله. توفيق ان شاء الله ليكم. اسم ايه البيزنس؟ اسمه ايه؟ جيرسي جامز. يا جماعه اي مبيعات هتحصل هيطلع جزء منها ان شاء الله من الارباح هتروح لغزه وفلسطين باذن الله. فانتوا لما تشتروا حاجه انتوا تشتروها لنفسكم ان انتوا تستمتعوا بيها وتلبسوها وكل حاجه وشكلها حلو، وفي نفس الوقت كمان انتوا بتساهموا ان انتوا تساعدوا الناس اللي محتاجه فعلا مساعدتنا فعلا. بجد حاجه جميله جدا، ربنا يوفقك ان شاء الله يا مروان. اوكي، عندهم عبايات هنا يا جماعه اللي بيحب العبايات في الايدونز امارات. اوكي، فروم دبي؟ اوه نايس. الايدونز نايس، الايدونز ما شاء الله ما شاء الله. هنا عندهم برضو لبس حلو قوي، يعني جوهرات واكسسوارات، حاجات كتيره جميله. واو، حاجات جميله قوي. طبعا ده الزي الرسمي الاردني والفلسطيني، يعني كلها حاجات جميله كلها مع بعض. اسمه يا جماعه نهيل تطريز. اوكي، يتواصلوا معاكم الناس ازاي؟ على انستجرام؟ عندكم انستجرام؟ نهيل تطريز انستجرام. كل ده يا جماعه معمول بايد الفنانه، مين الفنانه؟ نهيل تطريز. نهيل تطريز، هي الفنانه ما شاء الله اللي عامله كل الحاجات الجميله دي. ما شاء الله، الله اكبر، شغل حلو قوي. ربنا يبارك لك ويوفقك ان شاء الله، والناس تتواصل معاك على نهيل تطريز. فهنا عندنا كمان في فند هاوسنج نوت جينوسايد. What you guys are doing? السلام عليكم. So basically, Muslim Visionaries is Yes. an organization to put more Muslim people into political power. So you know how like the presidency and all the government like Yes. that? Muslim Visionaries is an organization to get more Muslims into political power so we can get better chances in the government and so on. I love this. It's Yeah. very nice. يعني الموضوع ببساطه لما تتبرع بالفلوس ديت هتساعد ان ممكن يعملوا كتير ايفنتس كده، والايفنتس دي بتعمل توعيه اكتر للناس، بتفهمهم بان ممكن ان شاء الله يحصل تغيير باذن الله في الامور السياسيه، وان يكون المسلمين الامريكيين اللي عايشين هنا يقدروا ان شاء الله ان هم يبقى ليهم دور في الامور السياسيه اللي بتدور في امريكا بشكل عام. فدي طبعا حاجه كويسه جدا. لو انتوا فعلا يهمكم الموضوع فاكيد تقدروا تتواصلوا مع مسلم فيجنريز، وتقدروا ان انتوا ان شاء الله تساهموا في حاجه زي كده، وممكن ان شاء الله تعمل فرق كبير. كل حاجه بتبدا بخطوه، واحنا ان شاء الله لو بدانا الخطوه دي هتعمل فرق كبير جدا. فمحدش يعني يستقل بنفسه، لان كلنا ممكن نعمل تغيير كبير جدا واثر كبير جدا في المجتمع. مكملين مع بعض في الايفنت العظيم ده الجامد جدا ده، ويلا نروح على المحل اللي بعده. وهنا عندنا عبايه فور يو، برضه هنا في عبايه يا جماعه، عبايات حلوه جدا موجوده هنا. وهنا طبعا احنا قبل كده شفنا الحاجات الجميله دي، مستحضرات تجميليه بيعملوها مودست مان جرومينج، دي صفحتهم، وبيعملوا الحاجات الجميله اللي انتوا شايفينها دي كلها. هنا يا جماعه بص عندهم جاكيتات وعندهم حاجات حلوه. ويست بانك هودي، يعني الضفه الغربيه. عندهم هوديز برضه حلوه هنا موجوده. ممكن اشوف الهودي بس؟ ايوه اوكي تمام. ممكن. الله جميل قوي. بكام الهودي؟ 50. حلو. نص بالمية بروح على غزة. ما شاء الله. طيب يا جماعه يعني ب $50 وكمان بنص في المية من الفلوس اللي بتطلع من الارباح بتروح لغزه. طبعا دي مساهمه حلوه جدا. هنا موجود في ويست بانك هودي، فاعملوا لهم فولو على انستجرام وتواصلوا معاهم واطلبوا الاوردرز. عندنا هنا فيتنس، دول بيعملوا لبس رياضي للسيدات. مودستي ان موشن، بيعملوا سكارفز، بيعملوا كمان لبس للمحجبات رياضي، بيكون لبس محتشم طبعا، حلو جدا ككواليتي. ده اللبس الرياضي للرجاله. فجيت فيث ده برضو جربوه. فيث لازم نطلع التي اتش، لازم نطلع لساننا كده في تي اتش. في هنا تاج اليجنس، بيعملوا برضو عبايات وبيعملوا فساتين. برضو اي مبيعات هتحصل هيطلع منها جزء لغزه وفلسطين، فبرضو تبقى مساهمه حلوه منكم. برضو تابعوهم على الانستجرام. هنا برضو يا جماعه عندهم جولريز. اهلا وسهلا فيكم. نحن توب ستايل كاليفورنيا، اخذين هي الوكاله دخلناها هلا جديد على كاليفورنيا. نحن وكلائها الله يبارك فيك، نحن هلا وكلائها الحصريين، وجولد بليتد شغل كلها مطليه ذهب، طلاء 18 عيار 18 وعندنا 21. كله ان شاء الله موديلات مقلده من الذهب. توب ستايل كاليفورنيا، للصبايا للشباب كله موجود. بالتوفيق ان شاء الله ليكم. تسلم لي. انترناشونال اوبن يونيفرسيتي، جامعه بحيث ان انتوا تاخدوا فيها اي تخصص تشوفوا انتوا تحبوا ايه التخصصات الموجوده ديت. في اسلاميك ستاديز، في عربيك لانجويج اللي عايز يتعلم اللغه العربيه، في سايكولوجي، في ايكونومكس اند فاينانس، اديوكيشن، ازاي تدرس، انفورميشن تكنولوجي، بزنس ادمنستريشن، كل ده موجود. تاخدوا ديجري يعني. في عندكم بارت تايم وفول تايم، يعني لو انتوا اندر جرادويت بيقولوا $350، لو بوست جرادويت $515، يعني اسعارهم حلوه. بيقول لك كوميتمنت من 9 ل 12 ساعه في الاسبوع. ممكن تخشوا على الموقع بتاعهم اللي هو انترناشونال اوبن يونيفرسيتي وتشوفوا ازاي تقدروا تقدموا على الجامعات ديت، وان شاء الله تكون جدا مفيده ليكم باذن الله. يا جماعه احنا في محل حياه، طبعا اسم من الاسامي الجميله جدا، ولفت نظري ان التيشيرت مكتوب عليه 24434. تفتكروا ده رقم ايه يا جماعه؟ يعني عايزكم تفكروا كده ولو كام ثانيه كده، الرقم ده رقم ايه؟ مكتوب الرقم السري للجنه. ليه بقى الرقم السري للجنه؟ ليه بقى الرقم السري للجنه؟ الرقم السري للجنه 24434. تمام. الخمس اوقات الصلاه الفرض.
مين بقى صاحب الفكره دي؟ اخوي الصغير عمره 16 سنه. ما شاء الله، ربنا يبارك له. فعلا فكره حلوه. الفكره كلها من التيشيرتات ديت ان هي بتفكرك بالصلاه. ايوه، انك تخش ان شاء الله الجنه طبعا. ما شاء الله حلوه. فوكس ان يور صلاه. وكمان هوديز دي من الارباح بتروح منها لغزه، فعندهم الوان كتيره. دي صفحتهم على الانستجرام هاي ابيرل. بكام بقى الحاجات دي؟ اسعارها يعني بتبقى بتروح من كام؟ تمام. 45 للبنطلون حلو. او الست ب 90. حلو جدا. بتوصلوا في كل مكان؟ shipping all over the US and all over the nation. حلو جدا ما شاء الله. ربنا يوفقك. اسمك كريم ايه؟ حبيبي عدي. شرف بيك يا عدي. فلسطين. علي من مصر. حبيبي. وهنا يا جماعه بقى في بيتر توجذر بيعملوا يونايتد فور غزه، طبعا تبرعات لغزه. سكان للباركود ده عشان تعملوا دونيشن لغزه من UMR United Mission for Relief and Development. اسمهم UMR بيتر توجذر. هنا الناحيه الثانيه للسودان UMR برضو، والكود اهو الباركود اهو عشان تعملوا دونيشن للسودان. حلو في موضوع هنا ان انتوا كانكم في مول، والمول ده فيه كل حاجه، يعني فيه الاكل، اللبس، فيه الشرب، كل حاجه انت بتدور عليها في المكان ده. يعني الناس اللي اصلا عايشه في امريكا هتعرف قد ايه احساس في الحاجه ديت. هنا لو عايزين تكفلوا يتيم بتدفعوا $60 شهريا عشان تكفلوا يتيم من خلال ميرسي وذاوت ليميت. وهنا كل حاجه بيقول لكم هيلث تشيك اب، بيقدر ان هم يشوفوا صحه الولد كل شويه، يعملوا على طول يشوفوا الاطفال صحتهم، كل الامور ديت، ياخدوهم رعايه صحيه. كمان يخليهم يكملوا التعليم بتاعهم، يكون دخلهم فلوس، يكون ليهم اكل، يكون ليهم تعليم، يكون ليهم سايكولوجيكال سبورت، تكون نفسيتهم يعرفوا يظبطوها، اللبس ليهم للعيد، parenting classes for widows. الحمد لله يعني موجودين في الأردن وموجودين في سوريا، في شمال سوريا، وفي العراق، وفي غزة انتاب في تركي. بتتاكدوا مليون في المية ان المفروض الفلوس دي رايحه للاطفال ديت طبعا. في اورفنج هناك، في ناس شغالين. اوكي. احنا عندنا اكتر من 600 واحد شغالين تمام. في سوريا لوحدها. حلو، جميل قوي ما شاء الله. فالعدد ده المكان الرئيسي، ولكن الحمد لله عندنا في بنتكفل باورفنز في بنجلاديش، روهينجا، وفي سيراليون في افريكا. ان شاء الله we're working in other countries like Yemen and ان شاء الله. الشخص بيختار ان هو عايز يكفل فين، عايز يتكفل اليتيم فين. طبعا ممكن يختار ولد او بنت وعايز في اي بلد. حلو، جميل قوي. خير ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. الله يكرمك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وان شاء الله الناس آمين يا كمان رب. تعمل ده باذن الله. يا جماعه مكان تاني عشان تتبرعوا برضو لاطفال غزه واطفال اللي محتاجين فعلا مساعده مننا برضو. United Hands Relief and Development Standing Strong for the Children of Gaza. تقدروا تتبرعوا من خلال الباركود ده، تمام؟ وده الموقع بتاعهم HR Relief. الحلو بقى في الكونفنشنز ديت هي كده، ان انت بتحسوا كل حاجه موجوده في نفس المكان. احنا ديلر شيب بنبيع سيارات، بس السيارات اللي هي الفانز والتراكس اللي الكبيره زي مثلا شايف التراكس وكده، وبنعمل لهم فول اب فيتنج. يعني لو واحد مثلا عايز شيلفينج ولا حاجه زي كده بنحط له كل اللي هو عايزه. ده فيتس يور بزنس يعني. حلو قوي. لو مثلا عندي فود تراك بزنس تقدر تعمل لي الموضوع ده؟ نقدر نعمل كل حاجه. حلو جدا. وعندنا برضه الريفريجريشن فيكلز اللي هو الفيكل الثلاجه لو عايز تحطه فريزر يعني. اسمه فام فانز. ذاتس ذا ليدرشيب نيم، فام فانز. طيب ايه كمان تعملوا هو بس يعني معظم يعني لو اي حد يعني مثلا اي بزنس يتصل على طول هتلاقي ان احنا بنبيع. لازم يكون في عربيه مختلفه يعني. عندنا باكيت تراكس. انتوا بتدونا عربيه ولا انا لما يكون عندي عربيه انتوا بتظبطوها لي؟ اثنين بوث الاثنين. اوكي. سو لو انت عندك عربيه وعايز حاجه فيها نقص، عايز تزود حاجه، عايز تحط حاجه اللي هو تساعدك في البيزنس بتاعك انت، وي تيك كير اوف ات يعني. بنعملها. لو انت عايز حاجه وانت عايز تشتري عربيه يكون فيها مثلا فريزر، عايز عربيه تكون فيها whatever you يعني just transporting ولا اللي هو بتوصل، برضو بنعرف نعمل كل ده كمان. جميل قوي. يعني رفلي كده الاسعار ممكن تبقى في حدود كام يعني؟ والله هو الاسعار بتبقى عشان احنا عندنا برضو كتير يعني حوالي 400 عربيه. بتبدا من 5000 اقل حاجه 70000 يعني انت البرايس او السعر هيبقى على حسب انت العربيه عايزها كام. لو عايزه مثلا المايلج تكون قليله، المشي قليل، السنه تكون قليله، قصدي جديده يعني، اغلى. في النص متوسط بتبقى متوسط السعر برضو، وهكذا. انت على حسب العربيه من الاول في الاخر في الاسعار. بس كل حاجه. شكرا جدا. على الانستجرام الناس ممكن تتواصل معاكم برضه على فيلم فانز. الويب سايت فيها بقى كل حاجه على الانستجرام. اوكي. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة انستيتوت هي education center بيعلم كل شيء للمسلم ومن، كل شيء ممكن تتعلموه من العقيدة للقرآنيك ساينس، تزكية، كيف بتطهروا القلب، وبنعلم كمان الأحاديث الأربعين النووي. بتاخدوا كل شيء ممكن كل وحدة بحاجة له. بنعلم للصغار وبنعلم للكبار، وعندنا كل الأوبشنز. فيكم تعلموا أونلاين، فيكم تاخدوا
تاخدوا بالسنتر اللي هو بإرفاين، وفيكم تاخدوا كمان الكومبينيشن بين هايبريد وان سنتر. فيكم كمان تاخدوا سيلف بيس. الفاوندر تبع الكتب هاي الكتب هول الكتب مؤلفتهم دكتور شيخة هيفاء يونس اللي هي الفاوندر اوف جنة انستيتوت. هي حكيمة وهي كمان بتشتغل بالجنة انستيتوت، بتعلم كل الكورسات. عندها كتب هذا الكتاب عن هاي هي هيفاء يونس. هيدا هيفاء يونس الكتاب. She is one of the speakers, right? مزبوط. كانت واحدة من اللي اتكلموا في الايفنت. تمام. هذا الكتاب بيحكي عن كل شيء سنس، يعني كل الذنوب كل الذنوب اللي الواحد بيعملها اللي ممكن ما بالعاده بنعرف انه هي ذنوب، فبتتعرفوا على كل الذنوب اللي بنعرفها اللي بنعملها خلال النهار، مثل الكذب، مثل الاوبريشن وهيك، وكيف بنطهر قلبنا من هول الذنوب. والكتاب الثاني بيحكي عن كل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيحكي عن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، كمان عن امام شافعي وام البخاري وغيرهم. فكمان بيساعدوكم عن كيف نحن نتطور، كيف نقدم العلم بشكل حضاري. اذا مهتمين فيكم تشاركوا معنا هون مشان تعرفوا كل البروجرامز اللي نحن بنقدمها، وفيكم كمان تجوين الواتساب جروب على جنة انستيتوت ان شاء الله. شكرا جدا. فيا جماعه زي ما انتم سمعتوا كده حاجه حلوه جدا جدا للسيدات طبعا والبنات. وطبعا هنا يا جماعه عندنا نور كومباني بيعملوا حاجات حلوه قوي. نور كومباني بصوا الكياس الحلوه دي، حاجات جميله جدا. بصوا يا جماعه، وهنا بقى حاجات للعيد. طبعا العيد جاي خلاص، ففي حاجات حلوه جدا. هي اصلا عندها محل اسمه نور كومباني. في محل موجود في اناهايم، وفي محل تاني هيبقى موجود ان شاء الله في ايرفاين قريب. وهنا في مودست برضو، هنا بيعملوا حاجات جميله. احسن نعيش عشان كده عنده كوفيد احسن، يعني احسن ده اللي بيحصل واحد يعيش في امريكا فتره كبيره. والله احسن مستوصف للعلاج الطبيه، للحالات الطارئه. ايوه عندهم ما شاء الله 5-6 فروع. ايوه تمام. ايوه زي الفل. 13 انت مش زي الفل. انت مش زي الفل. فل ايه يا عم؟ كمل زي الفل والله. 13 فرع في منطقه اورنج كاونتي. أيوة. اللي هي محافظه البرتقال. عربي ولا مش عربي ده؟ عربي ولا مش عربي؟ عربي ولا مش عربي؟ بس ما شاء الله يعني ناس جدعان قوي يعجبوك زي الفل. والله اجدع ناس بجد، مش عشان هو صاحبي بتكلم، انا بقول لك بجد. والله انا في البيزنس بتاعي كنا بنستخدمهم لما كان اي من العمال بتوعي تو جيت انجرد، يعني كان ينصابوا اصابه يروحوا يتعالجوا هناك، يخيط صباعه ويعمل كده يسوي. طب ده يعني ليه الناس ممكن تيجي عندكم مقارنه باي مكان تاني ايرجنت كير؟ يعني لانهم مسلمين، هم لازم وي هاف تو سبورت المسلمين. ايه المميز اكتر عندكم؟ يعني هل المميز هل ارخص شويه؟ مصطفى ما تقول حاجه يا مصطفى. شوف بنبلش بالرقيه الشرعيه اول شيء، بعدين بندخل في لا عايز حاجه؟ تمام خلاص. خير الكلام ما قل ودل. Even if people have grievances with Burhan, they came out with the army instead. Hemeti struggles to take Khartoum. When he fails to take Khartoum, his supporters, they come up with an alternative plan. Hemeti, if you look in Libya, when Haftar couldn't take Tripoli, we helped him establish a government in Benghazi in the east. زي ما انتم شايفين كده، يعني بيبقى فيه بقى يعني محاضرات بتتعمل، والناس بتتكلم في امور حياتيه وامور سياسيه بتدير حوالين العالم. وده طبعا الحلو هنا في امريكا، ان الناس بتتكلم في كل حاجه، في حريه التعبير، في حريه الراي، فالناس بتتكلم في اللي هي عايزاه. فده طبعا حاجه كويسه جدا اللي الناس بتتكلم زي ما هي عايزه هنا. وطبعا هنا مجمع اسلامي، فانت بتعيش مع مجتمع مسلم، بتعيش معاهم اجواء المسلمه، ودي حاجه من الحاجات الجميله جدا هنا. هنا بقى عندنا مستحضرات تجميل بتعملها يافا كوين، ودي تجارب شخصيه لناس كان مثلا عندها تساقط في الشعر، وبعد ما استخدموا مثلا المستحضر ده اللي هو هيربل درينك بقى شعرهم بعد كده بقى احسن. هنا كاتبين كل حاجه بطريقه كده يعني فيها كل التجارب الشخصيه، الناس اللي قالت حصل لها بالظبط. في كل الحاجات ديت موجوده، دي كلها مستحضرات تجميل. عندهم حاجات حلوه قوي، فلو عايزين انتوا تتواصلوا معاهم ليهم بيج على انستجرام بتاعتهم يافا كوين ناتشورال برودكتس، ودي حاجاتهم. حتى عندهم صابون ده، ودي كلها حاجات معموله هاند ميد كلها. ده بيفور اند افتر مثلا. تمام. وهنا مودست فوريفر عندهم سجاديد الصلاه، دي اسعارهم. بيعملوا عبايه، بيعملوا ثوب، يعني في كميه الوان مختلفه، حاجات جميله جدا. الخامه كمان حلوه قوي. عايز اقول لكم ان هنا بيعملوا تيشيرتات حلوه قوي، تيشيرتات عليها فلسطين وعليها يعني نقشات حلوه قوي. هنا كمان عندهم ده، هنا كمان عندهم كاب حلوه قوي. كل دي يعني حاجات جودتها حلوه جدا. وهنا كمان عندهم، وده كمان كل دي حاجات ديزاينات عندهم حلوه قوي، اشكال، تصاميم حلوه جدا. في الاخر معظم الارباح بتروح جازا سوق كيتشن. وهنا هيفني بايتس طبعا
خلص كده النهارده اليوم، خليكم معايا عشان نكمل اليوم بكره ان شاء الله نشوف هيحصل فيه معانا. زي ما كنا بنتكلم مع بعض امبارح، حواليا الفود تراكس ده اليوم الثالث والواحد تعبان جدا يعني بجد. 3 ايام ورا بعض حاجه بالسهله خالص. الواحد بيعمل حلويات كتيره تانية عشان يعني يلبي طلبات الناس، يقدر يكون عنده كازين ستوك، يقدر يكون عنده يعني سواء كوكيز او اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنبيعها يكون عنده يعني فايض بحيث الناس لو طلبت يبقى متوفر يعني. الموضوع اكيد متعب جدا. انا ورنا وشاسة اكيد تعبنا جدا في الحاجات دي كلها، وحماتي ربنا يبارك لها يا رب. يعني العيله تعبت كلها في اليومين 3 ايام دول، بس الواحد بيبقى مبسوط طبعا يعني ان دي حاجه في الاخر بتاعته بيتعب عشانها. زي ما انتم شايفين دلوقتي ده الكيو بتاع الاكل، الناس دي كلها يعني هنا ده المكان اللي الناس بتاكل فيه، اونتاريو كونفنشن سنتر زي ما انتم شايفين. وده بيعمل تشيكن وينجز، كل دي فود تراكس ناس بتقف عشان تاخد الاكل بتاعها. وهنا في منسف، في كمان ميه باشي هنا للاكل، هنا في افغان كباب كمان، وفي سماش برجر. كل دول التراكس اللي موجوده هنا المكان الاكل. امبارح ما كانش فيه الفود تراكس دول، فالنهارده موجودين. فده اخر يوم خلاص لينا، هنا ماشيين كل حاجه بنظام. فعشان تاخدوا الاكل بتاعكم لازم بتاخدوا تيكت زي التيكت اللي هوريكم دلوقتي حالا. دي هي التيكت ديت، المفروض التيكت دي الواحد بيكون بيدفعها من بدري، بناخدها عشان الاكل. فهنا مكتوب جود فور 1 ميل. فانا مستني دلوقتي قدام شاورما هاوس، وهنا محامص وبن القدس. خليكم معايا دلوقتي هجيب الاكل نكمل كلامنا مع بعض ان شاء الله. يعني كلام كنا بنتكلم فيه مع بعض. الجميل في الموضوع اللي انتم شايفينه ده يا جماعه الحلو، يعني تجمع للعرب والمسلمين، فدي بتبقى حاجه جميله جدا. الواحد بيفتقد الموضوع ده جدا. يعني عايز اقول لكم بجد بعد ما اطلع من المكان ده بحس فعلا ان انا يعني كاني مثلا سافرت عبر الزمن مثلا لمكان معين، وبعدين تاني رجعت تاني المكان اللي انا فيه. يعني يا جماعه هنا يعني تنظيم اكتر من رائع. النظام ماشي ازاي؟ ان الواحد بيجي هنا في اللاين ده بيطلب الاكل اللي هو عايزه، بيدفع عشان ياخد التيكت، وبعد ما ياخد التيكت بيروح بعد كده يشوف بقى عايز ياكل ايه من الحاجات اللي موجوده هنا ديت، وبياخدوش كاش، بياخدوا التيكت. بعدين المنظمين نفسهم بينسقوا معاهم ان هم يدفعوا لهم الفلوس بعد كده يعني. فكل حاجه بالتيكت يعني. وهو اصلا بيقفلوا الساعه 4 يعني. هم عاملين جوه هنا في زي سناك بار او سناك كيوسك يعني، عندهم مكان بيعملوا فيه الاكل جوه زي كافيتيريا يعني او كانتين، وبيعملوا فيه الاكل هنا موجود في للناس اللي في الايفنت يعني. بس برضو في عاملين برضو الناس اللي هي شاركت في الايفنت ده يعني. دلوقتي وقت صلاه الجمعه، كل دول مسلمين ما شاء الله. ناخد دي عشان او نحط عليها الجزمه. بس الله اكبر ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه. احلى حاجه كمان التنظيم اللي عاملينه ده يعني، تنظيم حلو قوي. جميل جدا لما يكون في كل العدد ده من المسلمين من كل جنسيات العالم موجودين هنا كلهم عشان يحضروا ايفنت زي ده. جمعه مباركه عليكم كلكم يا رب، ربنا يتقبل منا صلاتنا وطاعتنا يا رب اليه. اصلا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين ده بيبقى معرض كبير جدا، الناس ممكن تحجزه لاكتر من حدث لاكتر من مناسبه، لكن حاليا المفروض في ماس ال اي كونفنشن ده معمول يعني تجمع مسلمين. والفكره من الايفنت ده هو اساسي اصلا. المفروض هيكون في داعيه من جنسيات مختلفه من ولايات مختلفه جايين عشان يشاركوا العلم بتاعهم مع الناس اللي حابه تتعلم اكتر وتعرف اكتر عن الدين. ودي حاجه بتبقى جميله جدا ان احنا بنشوف ناس مختلف الجنسيات من انحاء العالم ما كانوش حتى مسلمين، ولما اسلموا بقوا يفيدوا الناس بعلمهم. وتلاقي ناس مسلمه اصلا بالفعل اتخلقت مسلمه ما تلاقيهاش فكرت بالتفكير ده، لان احنا لما بنكون مسلمين احنا بنكون حاسين ان دي حاجه احنا كده مسلمين يبقى احنا كده عملنا اللي علينا، انت كده ضمنت الجنه. الخطبه اللي انا كنت بسمعها دلوقتي دي خلتني ان انا اسال نفسي سؤال، طب انا اتولدت مسلم وما كانش عندي اختيار في ان انا ابقى مسلم، فدي اصلا نعمه عظيمه جدا. ده غير الشخص اللي ما بيكونش مسلم وبعدين بيبقى مسلم، لان هو بيحس بالفرق وبيحس حاجه اللي كان هو مفتقدها في الحياه عامه، المسار اللي هيمشي عليه، الهدف من الدنيا دي ايه. لانه المشكله ان الناس لما تعيش في الدنيا دي عشان غرائزها بس وعشان لذه وعشان الشهوه وعشان الامور دي كلها
كلها بتبقى كل حاجه وقتيه وبتبقى ليها فتره محدده، وبعدين الانسان بيمل ما بيحسش بالقيمه، فيبدا يدور على بديل في حاجات كتيره في حياته عشان عايز يحس بالنشوه، عايز بالسعاده ديت بشكل معين. طبعا بقى ممكن يشرب، ممكن يحشش مخدرات بقى، وممكن حاجات كتيره جدا ممكن نحطه في قائمه الشهوات والحاجات اللي الانسان بيحبها، من الاكل، من علاقه جنسيه، من حاجات كتيره جدا. بيبقى الانسان بيحس بفراغ جواه روحاني، ودي حاجه انت بتبقى غصب عنك انت بتحسها، لان انت اصلا يعني كل واحد فينا مخلوق من طين ومخلوق من روح، الاثنين مع بعض. طبعا الروح الاساسيه دي ان ربنا عز وجل لما نفخ من روحه في ادم عليه السلام، واحنا كلنا طبعا من ذريه ادم عليه السلام، فبالتالي احنا عندنا الافتقاد ده، افتقاد الروحاني، افتقاد اللي انت عايز روحك دي تحس بالاتصال مع اللي خالقها. فدي المشكله الاساسيه اللي الناس اصلا بتبقى بتحاول تتغاضى عنها. وطبعا ناس كتيره جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه ده بتدور على مصالحها الشخصيه، ازاي تخليك انت تبقى خاضع ليها تحت طاعتها، فيبدا يحاول ان هو يبيع لك اللي انت عايزه مهما كان اللي انت عايزه ده، عشان هو بيحقق منه مكاسب شخصيه، فلوس اكتر، نفوذ اكتر، سيطره اكتر، سلطه اكتر، كل الكلام ده. فبيخلي الواحد يحس ان هو اللي مسيطر مهما كان الشخص ايه وضعه في البلاد او في المجتمع. بتلاقي التفكير بيبقى بالتفكير دوت، وده اللي حصل على مدار السنين. التاريخ كله هتلاقيه ماشي كده، من فرعون لمعظم الملوك اللي جم، من معظم الناس اللي غيروا في الديانات السماويه اللي نزلت على الانبياء قبليها. هتلاقي الناس تفكيرهم ان هم ازاي يحاولوا يلغوا الدين خالص من الحياه، عشان لغي الدين معناه ان مفيش اله، معناه ان احنا نقدر نسيطر على فكرك اكتر، معناه ان انا اقدر ابيع لك اللي انا عايزه، لان انت ما عندكش حاجه بتعمل لك مقياس او معيار. فالمعيار بتاعك هو ايه؟ الصح والغلط فين؟ الحلال والحرام ايه؟ لو مفيش معيار في حياتك يبقى انت بالنسبه لك اي حاجه بالنسبه لك عادي، قشطه، مفيش مشكله. دي النقطه الاساسيه اللي هتلاقي عليها ماشي عليها الدنيا كلها. فالناس كلها عايشه ان انا عايش اللحظه اللي انا فيها ديت، احاول استمتع بالغرائز بتاعتي، باللي اقدر استفاد بيه لشخصي انا، لذاتي انا، وبدور على اللحظه اللي انا عايشها ديت. الواحد ما بيفكرش لو ممكن في اي لحظه خلاص تبقى دي نهايته في الحياه. والانسان برده ما بيفكرش في الجائزه، حاجه اللي ليها قيمه كبيره جدا. لو بصينا مثلا في اي مكان عمل في اي حته، انت بتشتغل ليه؟ هتلاقي ان انت الهدف الاساسي انت بتشتغل عشانه، لا اما ان انت عندك شغف في الحاجه دي بس انت عايز حاجه في المقابل اللي انت بتشتغله ده، عايز فلوس مثلا، عايز منصب، والمنصب ده بيديك احساس بذاتك وشخصك، ان انت عندي المنصب ده فحاسس سلطه اكتر، الناس مديلي تقدير ان انا تعبت مثلا سنين كتيره فاخدت التقدير بتاعي ده، ان انا بقيت مدير، بقيت عندي شركه بعد كده. الافكار دي كلها بتبقى افكار عايز احقق مكاسب دنيويه كتيره، وطبعا الفلوس بتبقى حاجه هي اللي بتشجعك اكتر. لو اشتغلت في شغلانه وهتاخد راتب زياده هتبقى فرحان ان انت شغال عشان الراتب هيجي لك كويس، الفلوس دي هتقدر تصرفها في حاجات انت عايزها لحياتك كده يعني. في الاخر هنلاقي ان كله بيبقى مادي. ايه بقى الجائزه الكبرى اللي الناس ساها فيها، او حاجه هتفضل خالده ومش هتنتهي؟ ان كل حاجه تخلص في الدنيا ديت، يعني مفيش حاجه بتفضل مستمره معاك، مفيش حاجه هتلاقيها ان هي وفيره معاك. هتلاقي الحاجه تدور عليه ان حاجه ما تخلص، ان الحاجه تبقى مستمره، الخلد. هل حد فينا عنده يقين ان هو هيعيش مثلا 70 سنه جايين؟ حسب سنك طبعا وعمرك وعلى حسب صحتك، ما فرقش العمر خالص. بس بنلاقي ناس ان هي في عمر صغير في عمر كبير بيبقوا في الاخر بيموتوا. فالحقيقه المطلقه ان الانسان في الاخر هيموت مهما كان احنا شايفين حوالينا ايه من حاجات موجوده قدامنا، بس في ثانيه مش موجوده. الناس اللي في غزه، الناس اللي في كل الدول بتتاذي يوميا، فجاه يلاقوا بيتهم اتدمر فجاه وهم ولا على بالهم ولا خاطرهم خالص، فجاه يحصل ده. فلقيتش في الاعمار خالص، اطفال كتيره جدا ماتوا سواء كانوا صغيرين او كبار ماتوا. الموت حاجه موجوده ومحدش بيقدر ينكرها، ولما حد بيموت من عندنا من اهلنا بنزعل عليه شويه وبعدين بننسى الحقيقه دي. فالحاجه الوحيده الخالده والحاجه الوحيده اللي احنا عارفينها والحاجه الوحيده اللي احنا بتخلينا ان احنا نتشجع ونعمل اي حاجه صح في حياتنا اللي هي الجنه. يعني الحلو بقى في الايفنتات ديت اللي فيها التجمعات الجميله جدا دي، تجمعات بتبقى حلوه جدا جدا التجمعات دي، عشان بيبقى يعني في ناس من مختلف الجنسيات. واحلى حاجه بقى ان بتلاقي كل الناس ديت تلاقيهم مسلمه. طب ليه دي تبقى حاجه حلوه؟ عشان بيبقى المعيار نفسه او المبادئ اللي موجوده عند الناس دي بتبقى شبيهه للمبادئ بتاعتك. بالتالي تحس انك انت لما تيجي تتعامل مع حد هو هيبقى عنده نفس القيم اللي عندك، نفس الصح والغلط اللي عندك، نفس الحلال والحرام اللي عندك. فده هيخلي التعامل سهل، وطبعا بيخلق ثقه ما بينك وبين الشخص ده، لان طالما الشخص ده يعني مؤمن بربنا وبيخاف ربنا فهو هيبقى بيراعي جدا تعامله معاك، هيراعي جدا كل حاجه ثانيه. فدي بتبقى من احسن الحاجات لما الواحد بيجي ايفنت زي ده، بيفرح قوي بالتجمعات دي عشان بيتعرف على ناس من مختلف الجنسيات، بيبني علاقات، بيبني صداقات. فحلو جدا حتى للناس اللي هي مش متجوزه، شباب وبنات ممكن يجي هنا يتعرفوا على ناس، وفعلا طالما هم نيتهم نيه سليمه في الخير ان شاء الله، جواز على سنه الله ورسوله. ولو الواحد فعلا طلب ده من ربنا، ربنا ان شاء الله هيوفقه. فالواحد مش هيلاقي مكان احسن من المكان ده ان هو يتعرف على ناس ويبني صداقات ويعمل علاقات بقى كلها ايه يعني بما يرضي الله ان شاء الله. كل الحاجات اللي انتم شايفينها ديت، شايفين الجمال والروعه اللي موجوده فيها. بصوا كل الحاجات اللي معموله بالحرفه اليدويه، كل الحاجات اللي مصنوعه قدامكم ديت. تخيلوا يا جماعه مصنوعه فين. عايزكم تبصوا على الماتيريال الموجوده على كل الحاجات ديت، بصوا الكواليتي، الجوده لكل حاجه، كل الشنط، كل الحاجات ديت. هنا كمان شايفين كل التحف الفنيه ديت المرسومه بالايد، طبعا كل ده
شغل متعوب فيه جدا. اللي عامل ده مين بقى؟ اللي عامل ده يا جماعه هم الناس اللي في غزه نفسهم، اللي عايشين في غزه، اللي عايشين في الاحوال الصعبه اللي عايشينها هناك، هم اللي عملوا الحاجات ديت واتشحنت لغايه هنا عشان الناس تشوفها وتشتريها. ولما الناس هتشتريها وهيطلع الفلوس كلها هترجع تاني ليهم هم، وهتساعد كل اللي انتوا شايفينه ده. كل ده هيساعدوا في بني المخيمات اللي موجوده هناك اكتر، هيساعد في حياه كريمه ليهم هم اكتر زي ما انتوا شايفين كده. وبيروح من بالي بيوتي كرييشنز اللي هي المنظمه اللي عامله كل الكلام ده. ذا سيدز اوف لاف وطن بالي بيوتي كرييشنز، يعني هدفهم هو الرعايه الصحيه المنزليه. اي حاجه هتشتروها من الحاجات الجميله اللي موجوده دي انتوا بتكونوا في نفس الوقت بتساهموا في انقاذ الاطفال والاسر اللي عايشه في المخيمات اللي موجوده في غزه. بجد حاجه جميله جدا جدا. الناس كيف تتواصل معاكم؟ We have a Facebook page, The Seeds of Love, اوكي on Facebook. Okay. Pali Beauty Creations on Instagram or TikTok. M Suzy, UM Suzy. مفيش رقم تليفون اسهل الناس توصل بيه احسن؟ It's 415-696-4700 or 415-852-1944. شكرا. عفوا جدا. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا حاجات زي كده بتبقى حلوه جدا ان احنا بنساهم فيها، بنشتري لبس وفي نفس الوقت كمان بنقدر ان احنا نساهم في ان احنا نساعد اطفال غزه والناس اللي عايشه في غزه وفلسطين. اهم حاجه ان احنا كلنا ما نكونش انانيين. وفرصه ان انا اتكلم معاك في نقطه مهمه قوي، ان احنا نقاطع كل المنتجات اللي بتدعم الكيان الصهيوني ونبدلها بمنتجات فعلا ما بتكونش تدعم الكيان الصهيوني. في سلام كولا، وفي كمان غير سلام كولا في بيج كي من الشركات الكبيره اللي موجوده في رالفز. بيعملوا سوفت درينكس بيعملوها بتكون كلها ليها فليفرز طعمها مختلفه وكلها نفس الطعم بتاع بيبسي وكوكاكولا واحسن منهم كمان. بنصحكم يعني طبعا تجربوهم. انا جربتهم شخصيا وعجبوني جدا. كل حاجه ندور لها البديل بتاعها ونجيبها، حتى لو كنا احنا متعودين عليها او مدمنينها نبطلها ونجيب الاحسن منها، عشان ده في الاخر بيعمل فرق كبير في الناس التانية ومش بيضر الناس التانية. وفي الاخر لازم نخاف من اللحظه اللي احنا هنقابل فيها ربنا عز وجل، عشان ممكن دي تبقى حاجه فعلا تبقى سبب ان احنا ما نخشش الجنه، او سبب ان احنا نتعذب في حياتنا، او سبب ان اصلا ربنا ما يكونش راضي عننا. فليه حاجه بسيطه زي دي تافهه ممكن احنا نبطلها اصلا، وحاجه اصلا ممكن تنقذ حياه اطفال وناس كتيره جدا حوالين العالم. طيب يا جماعه، في حد كان مختفي يعني بقاله كان مشغول جدا جدا جدا، مشغوله جدا 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 جدا. ربنا يعني يبارك لها. فعلا رنا يا جماعه تعبت جدا في الثلاث ايام دول، يعني ما نامتش قد ما نمت. طبعا هي نامت تقريبا ساعتين بس تقريبا، ولما مثلا تروح عشان تريح ما بتنامش يعني بتصحى عشان تعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل، يعني عشان تكون متاكده مجهزه لكل حاجه، بحيث لو حد طلب اي حاجه تبقى موجوده. بجد يعني بتعمل كل حاجه من قلبها فعلا والله. يعني انا بشوف ده بعيني، وربنا يبارك لها. واتمنى يكون الحاجات النهارده عجبتكم واستمتعتوا بيها واكلتوها، كان طعمها حلو. واحنا انبسطنا جدا جدا ان احنا شفناكم النهارده وتعرفنا عليكم. واكيد نحب دايما ان انتوا تيجوا تنورونا في البوث بتاعنا. انت بقى قولي بقى، انت ما اتكلمتيش خالص، فاتكلمي شويه، قولي لي رايك بقى في المكان، رايك في التجربه، ايه احساسك، كل حاجه. عيش حياتك يا فندم. طبعا اكيد كانت تجربه كثير حلوه. نحن بما انه اول مره بنشارك بماس LA، فكل شيء كان علينا جديد. فبس الحمد لله كثير انبسطنا. الناس هون كثير لطيفه، الواحد بحس حاله انه هيك حوالين ناس يعني تشبهه. بس it was amazing. يعني كان نفسي اكيد انه اقدر احضر فعاليات. كان نفسنا فعلا. تبكي هلا اللي كانت عم تصير حقيقي جوا. بس اوكي، نحن كان هدفنا الاساسي انه نحن نكون متواجدين نمثل هيفنلي بايت ونقدم لكم حلويات فريش وطيبه، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا. ونتمنى ان احنا نكون يعني كنا ظراف على قلبكم، وكنا يعني تواجدنا يعني كان حلو بالنسبه لكم. واصلا كفايه بس انتوا جيتوا وقفتوا قدام البوث بتاعنا، دي حاجه بجد ساعدتنا جدا. وناس كتير جدا فعلا ابتسامتها بس كده لوحدها كانت تفرق. وفي كلام جميل جدا سمعناه منكم، يعني بتعرف يعني والله الكلام الحلو اللي الواحد بيسمعه والله دي احلى حاجه. خلص بينسينا كل التعب. والله العظيم. شكرا من قلبنا لكل حدا قال كلمه حلوه. Thank you so much from our bottom of our yeah, exactly. Our deep bottom of our heart. For all the nice words that for everyone who shared their opinions and their lovely words. That's what kept us going through the 3 days. اترجم لكم ولا تمام ولا لا انا عم بحكي انجليزي عشان انه we have like exactly. If you guys speak English, if you guys don't understand what do they say in Arabic, so she's saying now in English. So it was exhausting, but it was very it's rewarded. Exactly. We're so grateful that we are here, and we're so happy to see you all, guys. Whoever came, stopped by, really thank you. And your words really was very meaningful to us, and thank you for always supporting us. And we can't wait to see you in other events inshallah. نحن بالغربة ما لنا غير بعض فعلا. يعني
الناس سواء عرب او مسلمين كلنا اخوات. فهذا الشيء الحلو هون بامريكا، انه الواحد بحس انه في فعلا ناس جاي حابه من قلبها تساندك تساعدك انه انت تكبر. فان شاء الله هيك بدعمكم ومحبتكم وكلامكم الحلو، ان شاء الله هيك بيوم من الايام رح نكبر فونا وبتنورونا. اكيد اكيد. انا دلوقتي ما طلعت بره المكان ده، انا حاسس دلوقتي ان انا اصلا كنت في عالم في مكان تاني، ودلوقتي اتفاجئت بالواقع اللي انا عايشه يعني جوه. انا اصلا ما بعرف بعد هالأيام شو بده يصير فيني بالضبط. الواحد فعلا انا ممكن ادخل في غيبوبه عشان الشغل يعني ولا عشان لا من كتر التعب ومن كتر قله النوم بصراحه. صح اكيد. لازم تنامي لك مثلا اسبوعين 3 وبعدين تصحي تكملي. يعني تاكدوا ان تيجوا على الايفنت الجاي ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله هيتعمل ماس LA كونفنشن. فعلا حاولوا تيجوا، هتبسطوا جدا. لو انتوا عايشين في كاليفورنيا هتبقى فرصه حلوه جدا انك تيجوا. في ناس بتسافر بتيجي اصلا من اريزونا وبتيجي من ولايات ثانيه بيجوا عشان الايفنت ده. عشان بقول لكم فوق 8000 شخص النهارده كان موجود في الايفنت ده، وفعلا بتحسوا ان انتوا مش لوحدكم وبتتعرفوا على ناس وبتبنوا صداقات وعلاقات وحاجات جميله جدا كده. يبقى جينا على نهايه الفيديو. نتمنى يكون الفيديو النهارده كان ظريف ولطيف واستمتعتوا بيه معانا. كل عمر بتشوفونا هي رنا وهو علي. ولو الفيديو عجبكم لايك شير سبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. وحاجه مهمه جدا، احنا ان شاء الله يعني تاكدوا ان انتوا عاملين لنا فولو على صفحتنا على هيفلي بايتس. اطلبوا اللي انتوا عايزينه، اي حاجه هتطلبوها يعني مبيعات ان شاء الله هيطلع منها جزء ان شاء الله هيروح للدول دلوقتي فيها عدم استقرار وفيها حروب وبتتاذي حاليا. احنا ان شاء الله هنساهم قد ما نقدر ان احنا نوصل ده للجهات المسؤوله باذن الله. فانتوا بتساهموا في ده باذن الله. فبس كده، ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه. باي باي.